طلابنا الغاليين، طلاب أولى ثانوي، أرحب بكم جميعا وأتمنى لكم الخير وأدعو الله عز وجل لكم النجاح والتوفيق دائما، اللهم آمين. مستر زكريا سيف الدين معكم على منصة الخطة التعليمية. الحمد لله يا أولاد، مر الترم الأولاني عملنا فيه شغل رائع جدا ومراجعات، حاجة يعني جامدة جدا. الحمد لله كانت مفيدة للجميع واستفدنا وتخطينا الترم الأول بسلام. إن شاء الله النهارده نبدأ الفصل الدراسي الثاني، بس قبل ما نبدأ الحصة الأولى حابب أفكركم بطريقة شغلنا خلال الفصل الدراسي الثاني. احنا اتعودنا طبعا عندنا حصة مهمة جدا لشرح الدرس، الكلام ده موجود في كل درس معانا فيديو رائع جدا للشرح، يليه فيديو أهم أفكار وأسئلة تطبيقية مهمة جمعناها لك من كذا مكان تطبيق على الدرس ده. كمان عندنا فيديو حل الواجب، مجموعة أسئلة رفعناها لك على السايت ونعمل لك بقى فيديو حل الأسئلة دي عشان نشوف حليت إزاي وعملت إيه في الأسئلة دي. طيب كمان عندنا المذكرة الورقية، ما تنساش تقدر تستعين بيها وتراجع منها أثناء الشرح والمتابعة. كل ده كمان وأي سؤال عندك إحنا موجودين معاك باستمرار، موجودين معاك في كل وقت على الخطة كلاس. تقدر تسأل أي سؤال، عندك أي سؤال في أي وقت إحنا موجودين، أنا هرد عليك، المساعدين موجودين معانا هيردوا عليك برضو، فما تقلقش إحنا موجودين معاك في كل وقت. مش كده وبس، احنا كمان عملنا لكم حجز بالماده، يعني تقدر تحجز معانا ماده واحده مفيش مشكله، كل ده عشانكم، وعندنا كمان حاجات اكتر واكتر، فاحنا موجودين معاك باستمرار ودايما بنبحث على الافضل. طيب منهجنا الفصل الدراسي الثاني هيكون ان شاء الله سهل زي ما كان سهل في الفصل الدراسي الاول. طيب ايه منهجنا بشكل سريع كده يا اولاد؟ عندنا مجموعه دروس بسيطه في البلاغه، طبعا هنستكمل علم البيان. الفصل الاول خدنا تشبيه واستعاره، الفصل الثاني ان شاء الله عندنا مجاز مرسل وكنايه. في الادب هنستكمل العصور، هنستكمل العصر العباسي، كمان عندنا نصوص وقراءه متحرره، وكمان عندنا نحو، مجموعه دروس سهله وبسيطه كده ما تقلقوش، بسيطه جدا. عندنا الاستثناء، عندنا الاسم المقصور والمنقوص والممدود والتثنيه والجمع الخاص بيهم، فما تقلقش خالص، كلها امور سهله وبسيطه جدا. انا بس دلوقتي يا وحش عايزك تبقى مركز جدا من اول حصه، تجهز السكتش بتاعك وتركز معايا عشان احنا لسه عندنا ابداعات كتير جدا وحاجات رائعه جدا جدا. ودلوقتي يلا يا وحوش نبدا اول حصه في الفصل الدراسي الثاني. طبعا يا شباب انتهى الفصل الدراسي الاول والحمد لله تخطيناه والامور كانت سهله، بس المفروض بقى نبقى اخدنا خبره، طريقه الاختبارات، طريقه المذاكره، الطريقه اللي اشتغل بيها في دراستي ازاي، المفروض نكون اكتسبنا خبره. وان شاء الله النهارده اول حصه معانا في الفصل الدراسي الثاني. تمام؟ بقى خلصنا الفصل الدراسي الاول وهنبدا بقى الفصل الدراسي الثاني. انتوا كده وحوش بقينا جاهزين؟ يلا بينا نشوف اول درس عندنا في الفصل الدراسي الثاني وهو الاستثناء بإلا. بدات بالنحو يا مستر؟ بدانا بالنحو. النحو سهل وبسيط ما تقلقوش خالص. الاستثناء بإلا، طبعا الدرس ده له اجزاء ثانيه هيبان الكلام ده من خلال الشرح ان شاء الله. يلا بينا نشوف أول درس معانا من دروس الفصل الدراسي الثاني وهو الاستثناء بإلا. في البداية يا شباب أنا عايز أعلمك شيء. في عندنا حاجة في اللغة العربية اسمها الأساليب، تلاقي يقول لك أسلوب تفضيل، أسلوب تعجب، أكيد بتسمع الكلام ده وخدته في ثالثة إعدادي، كان عندك في مرحلة إعدادية حاجة زي كده. برضه من ضمن الكلام عندنا حاجة اسمها أسلوب الاستثناء. أسلوب الاستثناء. طب أنا بقول كده ليه؟ بقول لك عشان لما تشوف كلمة أسلوب الاستثناء دي، ساعة ما تشوف كلمة أسلوب تعرف إن الكلام ده بيتكون من أكتر من شيء. يعني هنا بقول لي الاستثناء بإلا، الاستثناء بإلا ده جزء من الدرس، لكن الدرس كله بكل أجزائه اسمه أسلوب الاستثناء. معنى كده يتكون من أكثر من شيء، يعني مش حاجة واحدة. هيبقى عندك بقى مستثنى وأداة استثناء ومستثنى منه، كده كام حاجة كده مع بعض. تمام؟ طيب في البداية هو يعني إيه استثناء؟ يعني ايه بقى اسلوب استثناء؟ تعريفه ايه عندنا في اللغه العربيه؟ قال هو اخراج اسم. اخراج ايه؟ اسم. اللي كنت بقول لك عليه هناك الطرح، اخراج يعني هتاخده من اسم. هتاخده من مين؟ الاسم ده بنسميه المستثنى، ماشي هيجي اسمه معايا بعدين. يقع بعد اداه الاستثناء، فاكر اداه الطرح؟ هي من الحكم او المعنى المفهوم للجمله قبل الاداه. برضه الكلام ده مش واضح، مش باين لي قوي. بص كده، لما اجي اقول لك ايه؟ احب الفاكهه إلا الموز، بس أنا بحب الموز، والله بحب الموز جدا. طيب ماشي ما علينا. بص هنا كده، ده أسلوب بنسميه أسلوب استثناء. أولا إيه اللي عرفك إنه أسلوب استثناء؟ عشان في أداة استثناء هنعرفها دلوقتي، بس أنا عايز أعرفك يعني إيه باخد الصغير من الكبير. الكبير هنا عندي الفاكهة، الفاكهة دي بنسميها كل، صح؟ والموز ده بنسميه جزء. فأنا خدت الموز ده من الإيه؟ من الفاكهة. استثنيت الموز ده من الفاكهة، طرحت الموز ده من الفاكهة. ايه الاداه اللي ساعدتني في كده؟ اللي هي الا. اللي هي ايه؟
إلا. يبقى ده اللي أنا عايز أقوله، إخراج ما بعد إلا مما قبله. بسيطة خالص اهي، أكتبها لك، إخراج ما بعد أداة الاستثناء مما قبله، سهلة خالص. طيب حلو جدا، ده التعريف. بس أنا دايما يا أولاد ما بحبش إن إحنا نحفظ التعريف، أنا عايزك تفهم أكتر مما تحفظ، لأن ممكن تصوغ التعريف لو أنت فهمته صوغه بأي طريقة زي ما أنت عايز. يعني بقول لك أهو إخراج، أهو إخراج ما بعد الأداة مما قبله، يعني عندي حاجة قبل الأداة وحاجة بعدها، هطلع اللي بعدها من اللي قبلها. حلو. طيب ده اسمه استثناء، كويس. أركانه بقى الاستثناء دي إيه؟ قال لي أسلوب الاستثناء بشكل عام، وركز بقى قوي في الخطوات اللي جاية دي مهمة. أسلوب الاستثناء بشكل عام يتكون من 3 أركان. حلو. الركن الأول اسمه مستثنى منه، وده بيجي الأول اللي هو بنقول عليه قبل الأداة. حلو. جميل. طيب بعد كده أداة الاستثناء، الأداة الوسيلة اللي هنستخدمها في الاستثناء سواء كانت إلا أو غيرها، لأن في كذا أداة مش أداة واحدة. جميل. عندي بعد كده مستثنى، وده اللي بيجي بعد الأداة. وده اللي بيجي فين؟ بعد الأداة. يبقى مركز معايا، أنا خد بالك الشريحة دي كده واضحة، هتبقى بشكل نظري تأسيسي، بعد كده نخش على التطبيق. يبقى أنا قلت عرفت الاستثناء، قلت لك أركانه 3، مستثنى منه، أداة استثناء، مستثنى، ودول جايين بالترتيب 1 2 3، ترتيبهم كده. طيب أنت عمال تقول لي مستثنى منه، مستثنى منه وأداة، هي إيه الأداة دي؟ هي إلا بس؟ قلت لك لا، في أدوات تانية غيرها، أهو أدوات الاستثناء عندي إلا، ودي اللي هنتكلم عنها النهارده. وهيجي بعد كده جزء تاني في الاستثناء، هنتكلم عن الاستثناء بغير وسوى وخلا وعدا وحاشا. يبقى أنا النهارده هقسم لك أدوات الاستثناء لقسمين. قسم هستخدمه النهارده وهو إلا فقط، إلا لوحدها، تمام؟ وقسم تاني اللي هو غير وسوى، وبعدين خلا وعدا وحاشا، دول هيبقى في الجزء الثاني من أسلوب الاستثناء. تمام؟ كويس. طيب أنواعه، هل له أنواع؟ له أنواع، تام منفي، ناقص منفي، تام مثبت. الكلام اللي أنا قلته ده الجزء النظري، عايزك بقى تخش معايا بعد كده على التطبيق. يبقى أنا عرفت لك الاستثناء، قلت لك إيه هي أركانه، قلت لك إيه أدواته وأنواعه. طب بص كده نوضح أكتر. بدأنا نتكلم عن أركان أسلوب الاستثناء واحدة واحدة. بص يا بطل، أول حاجة من أركان أسلوب الاستثناء اسمه مستثنى منه، وده الكل اللي أنا كنت بقول لك بسميه الكل اللي بنطرح منه الكبير يعني. ده بقى يأتي قبل أداة الاستثناء ويعرب حسب موقعه في الجملة. ركز قوي في دي، بص، لأن الركن ده ركن غير أساسي في أركان الاستثناء، يعني ممكن ما يجيش، ممكن ما يجيش. الركن الوحيد الأساسي يا أولاد هو المستثنى، هو الإيه؟ المستثنى ومع الأداة طبعا، لكن المستثنى منه ممكن يتحذف وممكن ما يجيش، وهنشوف نوع الاستثناء ساعتها بيكون اسمه ايه. طيب يبقى انا بقول اول ركن من اركان اسلوب الاستثناء هو المستثنى منه، وده بيجي قبل اداه الاستثناء. وخد بالك مفيش حاجه في الاعراب اسمها اعرابه مستثنى منه، لا، بيعرب حسب موقعه في الجمله. جاء فاعل يعرب فاعل، جاء مفعول اعربه مفعول، اسم كان اعربه اسم كان، اوعى تعرب مستثنى منه. تمام كده؟ اذا ده يعرب ايه؟ حسب موقعه في الجمله. لا يوجد في الاعراب ما يسمى مستثنى منه، مفيش. كويس جدا. طب ناخد مثال، بص كده. أحب الألوان إلا الأسود. أحب فعل مضارع مرفوع بالضمة، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، الألوان مفعول به منصوب بالفتحة. تمام كده؟ طيب حلو. طبعا هاجي الإلا دلوقتي، إلا أداة استثناء والأسود مستثنى منه. طب دي عربتها إيه؟ فين المستثنى منه هنا؟ فين الكبير؟ فين الجزء الأكبر اللي أنا طرحت منه؟ كلمة الألوان، لأن الأسود ده جزء من الألوان، فأنا أخدت الأسود من الألوان. حلو. يبقى الألوان ده بسميها في المستثنى مستثنى منه، بس في الإعراب تعرب حسب موقعها في الجملة. أنا لما جيت أعربها هنا يا أولاد ما قلتش إعرابها مستثنى منه، لا طبعا، ولكن قلت إيه؟ قلت إعرابها مفعول به حسب موقعها في الجملة. وده الركن الأول اللي بنسميه مستثنى منه، بيبقى هو دايما الكبير، هو الأكبر يعني. تمام؟ طيب ده الركن الأول. الركن الثاني أداة الاستثناء، وأنا عندي بقى كذا شكل لأداة الاستثناء. أنا قلت لك عندي لما أتكلم عن أداة الاستثناء عندي إلا، ودي هاخدها النهارده وأتكلم عنها، لأن نوع الاستثناء وإعراب المستثنى هيختلف طبقا لأداة الاستثناء. هناخد النهارده المستثنى مع إلا. هيجي عندي بعد كده حاجة اسمها غير وسوى، دي برضو أداة استفهام. هيجي بعد كده معايا بعد كده خلا وعدا وحاشا. تمام؟ بص بقى معايا في اللي جايه دي، ركز معايا. الا دي اداه استثناء حرف،
حلو. غير وسوى دي بتعرب اسم، نوع مش بتعرب، نوعها اسم. طيب تمام. خلا وعدا وحشا ده احيانا تكون فعل واحيانا تكون حرف جر، حسب بقى الاعراب هيجي معانا. بس انا عايزك تركز معايا قوي النهارده فيما يتبع الا، خدهم واحده واحده عشان ما تتلخبطش. ماشي يا وحوش؟ حلو. يبقى انا بقول اداه الاستثناء هيختلف اعرابها حسب نوع الاستثناء نفسه، هيجي معانا التوضيح ده. ولكن انا النهارده قلت لك انا كلامي عن الاستثناء بإلا، معنى كده ان انا عايزك تعرب إلا اعرابها ثابت، اداه استثناء مبنيه على السكون لا محل لها من الاعراب. بس اهو اداه او حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الاعراب. ده اعراب الا، اوعى تطبق الاعراب ده على الباقيين، لا ده خاص بالا فقط. تمام كده؟ طيب يبقى انا كده قلت الا وهبدا بيها النهارده وكلامي عن الا النهارده وعربت الا. يبقى انا عرفت يعني ايه مستثنى منه، عرفت يعني ايه ادوات استثناء وبدات بالا بس، جاي معايا بعد كده خلا وعدا وحشا وغير وسوى. نيجي بقى للركن الاساسي اللي الاستثناء كله بينبني عليه. الاستثناء كله ما ينفعش من غير الركن الثالث اللي هو مين؟ اللي هو المستثنى ده. اللي هو ايه؟ المستثنى. ده بقى الركن الاساسي في الاستثناء، وده بقى اللي بيدور حوالين الاستثناء كله، وده بقى اللي احنا هنطلب منك تعربه في الامتحان واللي بيجي لك عليه اختيارات في الاختبارات. تمام؟ فركز قوي في المستثنى ده. يبقى المستثنى ده ركن اساسي ما ينفعش احذفه. تمام؟ ياتي بعد اداه الاستثناء ويختلف اعرابه حسب نوع الاستثناء. تعال المثال اللي كان معايا فوق، بص بيقول لي ايه؟ احب الالوان. خلاص انا عرفت ان ده مستثنى منه، بس مش اعرابه مستثنى منه، يعرب حسب موقعه في الجمله. الا دي اداه استثناء وهي حرف اعرابها مبني على السكون لا محل له من الاعراب. تمام؟ تعال بقى للثالث، حبيبنا بقى واخونا ده الاساسي اللي ما ينفعش نستغنى عنه، اللي هيحيرنا شويه خلال الدرس بتاع الاستثناء ده، اللي هو الايه؟ اللي هو المستثنى. حلو. طبعا مستر هو انا في الاعراب برضه ما بقولش عليه مستثنى زي ما قلتش مستثنى منه، اقول لك لا بقى، امال ايه؟ لا دي بقى في اعرابه هتقول مستثنى. والله لما تيجي تعربه هتقول مستثنى، بس مستثنى ماله؟ مستثنى مرفوع ولا منصوب ولا اعرابه ايه بالظبط؟ هيبان معانا من خلال انواع الاستثناء. يبقى في واحد فيهم انا مش هجيب سيرته في الاعراب اللي هو المستثنى منه، هعربه حسب موقعه في الجمله. انما المستثنى ده يا اولاد لا بقى، ده له اعراب وله علامه اعرابيه وله طريقه في الاعراب وقصه طويله بس سهله وبسيطه ما تخافوش. تمام؟ هتختلف حسب نوع الاستثناء اللي قدامك. معنى كده انت بتقول لي يا مستر ان اعراب الاداه يختلف حسب نوع الاستثناء، وتقول لي ان اعراب المستثنى يختلف حسب نوع الاستثناء. طب هو ايه نوع الاستثناء بقى؟ قول لنا نوع الاستثناء عشان نرتاح من القصه دي. بص يا بطل، ركز معايا. المهم انت كده فهمت، احنا عرفنا الاستثناء، اتكلمنا عن اركانه، قلنا 3: مستثنى منه وده الكبير، واداه ومستثنى. المستثنى منه يعرب حسب موقعه في الجمله، الاداه يختلف اعرابها حسب نوع الاستثناء. وانا قلت لك النهارده بنتكلم على الا بس، واعرابها حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب، حرف استثناء او اداه استثناء. طيب المستثنى بس ده اللي بيجي بعد الاداه، ده له موقع اعرابي ثاني هنتكلم عنه، يختلف حسب نوع الاستثناء. عشان كده لازم اعرف انواع الاستثناء. يلا بينا نشوف انواع الاستثناء. انواع الاستثناء او انواع جمل الاستثناء، عايزك بقى تركز لان احنا شويه شويه بندخل في الجد، والدرس ده مهم واخد حجم كبير في المنهج، يعني لازم يجي لك منه سؤال، لازم يخبطنا سؤال في الامتحانات منه، لازم. فارجوك ركز. طيب انواع جمل الاستثناء، اسلوب الاستثناء او جمل الاستثناء بتختلف الجمله، اما ان تكون مثبته. يعني ايه مثبته؟ يعني لا اداه نفي فيها، ما فيش اداه نفي. تمام؟ طيب اما اقول لك مثلا حضر الطلاب الا علي، حضر الطلاب الا عليا، هنا ما فيش اداه نفي خالص، يبقى دي جمله مثبته. طيب وممكن تكون منفيه. يعني ايه منفيه؟ يعني فيها اداه نفي، او لم يحضر، اهو سهله خالص، لم يحضر من الطلاب او لم يحضر الطلاب الا علي. ماشي. وتيجي برضو بحاجه اسمها تامه. تامه يعني ذكر فيها المستثنى منه. تمام؟ يعني جاي فيها هنا مثلا كلمه الطلاب دي مستثنى منه، الكل اللي انا باخد منه الجزء ده اسمه مستثنى منه، اللي قبل الاداه اللي المستثنى جزء منه ده اسمه مستثنى منه. لو المستثنى منه مذكور تبقى تامه، بس دي لها معنى تاني هوضحه لك اكتر عشان يريحك. تمام؟ طيب ناقصه لم يذكر فيها المستثنى منه، صح، دي صح ودي صح، يبقى جمله الاستثناء التامه المستثنى منه موجود.
جملة الاستثناء الناقصة المستثنى منه غير موجود. تمام؟ دي أشكال جمل الاستثناء. بس أنا عايزك تاخد بالك من حتة صغنطوطة، ويا ريت تسجلها في السكتش بتاعك اللي احنا متعودين يبقى معانا واحنا بنشرح. إن النقطة دي مش عندك في الكتاب. الكتاب قال لك إيه؟ قال لك الاستثناء التام اللي ذكر فيه المستثنى منه، صح؟ على العين والراس، كلام جميل. نفس الكلام الناقص اللي المستثنى منه لم يذكر فيه، صح؟ ماشي، كلام جميل، حلو، ده في الكتاب. بس ده بقى هيحيرك بعد كده لو أنت ما فهمتش كويس اللي أنا هقوله دلوقتي. إيه هو؟ بص يا بطل. معنى استثناء تام يعني الجملة قبل أداة الاستثناء أفادت معنى تاما. افهم دي أرجوك، هتيجي معايا بعدين وهتعرف أنا قلت لك دي ليه. هقول كده أهو، معنى، أرجوك اكتبها، معنى تام. معنى إيه تام؟ أن الجملة قبل الأداة لها معنى تام. الجملة قبل الأداة لها معنى إيه؟ تام. حلو، ركز معايا. بص يا سيدي، أنا هنا قلت إيه؟ حضر الطلاب إلا علي. لو أنا جيت قبل الأداة هنا وحطيت خط كده وقلت حضر الطلاب، الجملة دي جملة تامة ولا مش تامة؟ تام. حلو، يبقى ده تام. ليه؟ لأن الجملة تامة، وخد بالك هتلاقي المستثنى منه موجود. طب لو أنا جيت قلت إيه؟ لم يحضر إلا علي. لم يحضر إلا إيه؟ إلا علي. بص يا سيدي، قبل أداة الاستثناء قلت لم يحضر وسكت. هل الجملة كده لها معنى؟ لا، مش تامة، يبقى دي ناقص. تمام؟ يبقى لازم تاخد بالك من النقطة. طبعا الكلام اللي فوق صح، مش خطأ ولا حاجة، ولكن ده مش هيوضح لك أوي الأمثلة اللي هتقابلك. يبقى أنا بقول معنى كلمة استثناء تام يعني ذكر فيه المستثنى منه وضيف عليها الجملة قبل إلا لها معنى تام، معناها كامل. تمام؟ الناقص نفس الكلام، الجملة قبل إلا معناها لم يكتمل. ولما تيجي ترجع الكلام هتلاقي دي فيها مستثنى منه ودي ما فيهاش مستثنى منه. فالجزئية دي أرجوك اكتبها عندك عشان ما تنساش. طيب، حلو جدا. تعالى بقى نشوف أمثلة. أنا فهمت لك يعني إيه تام؟ ويعني إيه مثبت؟ بص بقى، بدأ يديني أمثلة ووضح لي. تام مثبت. تام يعني الجملة لها معنى، الجملة لها معنى تام والمستثنى منه موجود، مش كده؟ طيب، مثبت يعني ليس بها نفي. ليس بها ايه؟ نفي. طيب، تام منفي. خد بالك، تام خلاص عرفنا تام يعني ايه اهو. المنفي بقى، المنفي الجملة بها نفي. وخد بالك انا لما اقول لك جملة بها نفي ممكن يكون النفي بليس، بلم، بما، بلن، مش مشكلة، المهم افادت معنى النفي. يعني بص، ممكن تلاقي الجملة منفية بما، ماشي، ممكن تلاقيها منفية بليس، ماشي، ممكن تلاقيها منفية بلن، ماشي، ممكن تكون منفية بلم برضو، ماشي. المهم افادت معنى النفي. يبقى هنا الجملة ايه؟ حلو الكلام، الجملة منفية. حلو يا وحوش، حلو يا وحوش. بص معايا، بقول لي ما طارت. تعال نشوف الاول التام المثبت. نجح الطلاب الا محمدا. نجح الطلاب الا محمدا. هنا الجمله دي اسلوب استثناء. مين اللي قال لك يا عم اني اقول اسلوب استثناء؟ اهو موجود الا يا مستر، وانت قلت الا دي من ادوات الاستثناء. تمام، حلو الكلام. طلعت انت علامه ان هو اسلوب استثناء، يبقى حددت. بص قبليها وبعديها عشان اطلع نوعه بقى. المستثنى منه موجود. بص كده، موجود. هقولها لك بمعنى تاني. الجملة قبل إلا جملة تامة ولا لأ؟ نجح الطلاب تامة، جملة تامة. يبقى يا باشا دي كده على طول المستثنى منه موجود، ويبقى دي تام. طيب، فيها نفي؟ مفيش نفي، يبقى دي تام مثبت. خش على اللي بعديها، بيقول لي إيه؟ ما طارت الطيور إلا طائر. الجملة دي مبدئيا كده جملة استثناء. مين اللي قال لك؟ بص كده، يا باشا في هنا إلا أهو. تمام، طالما في إلا يبقى عيني على طول تروح للاستثناء، أبص قبل إلا وبعد إلا. بص كده، عايز احدد نوعه. قبل ما احدد نوع الاستثناء عشان اعرف بقى بعد كده اللي انا عايز اعرفه، اشوف نوع الاستثناء هنا ايه. بص كده، لقيت ما. ده نافي. يبقى ده منفي. حلو، طلعت بواحد اهو، قفشنا واحد كده نافي في ما. طيب، منفي ماله؟ ناقص ولا تام؟ يعني مستثنى منه موجود ولا مش موجود؟ تعال نبص. في الطيور اهو، في الطيور اهو، صح، ده مستثنى منه. طب حط هنا قبل الا. ما طارت الطيور، جمله تامه ولا مش تامه؟ تامه. حلو، والمستثنى منه موجود، يبقى ده تام. لكن ده تام منفي. ليه؟ لان في اداه نفي، والثاني الجمله تامه قبل الا وفي مستثنى منه. ارجوك ركز. طيب، نشوف الاخيره بقى، النوع الثالث. بيقول لي ناقص منفي. ناقص يعني الجمله ناقصه او المستثنى
منه غير موجود والجملة غير تامة. الجملة قبل إلا غير تامة مش مفيدة، عشان كده ما ينفعش أقول عليه تام، هقول عليه ناقص. منفي يعني في أداة نفي من اللي أنا قلته. تعال بص المثال، أدي ما هي أدي نفي، حلو يبقى ده منفي. حلو، تعال بقى قبل إلا، ما نجح وسكت، دي اللي قبل إلا بس. ما نجح، إيه ده؟ هي دي جملة؟ دي جملة تامة؟ لا مش جملة تامة. إيه نجح؟ استفدت حاجة يعني؟ لا ما استفدتش حاجة، يبقى دي مش جملة تامة، يبقى ده ناقص. حلو، يبقى ده ناقص منفي. ناقص عشان الجملة مش قبل إلا مش تامة ومفيش مستثنى منه طبعا واضح، وفي كمان نفي. تمام كده؟ دول كده أنواع صورة أو جمل الاستثناء أو أنواع جملة الاستثناء. بتيجي بالشكل، ما بتخرجش عن الثلاثة دول: تام مثبت، تام منفي، ناقص منفي. وأتوقع أنت عرفت يعني إيه دول. حلو الكلام. يبقى أنا دلوقتي حددت أهو قدامي أنواع جمل الاستثناء، وعرفت ان المستثنى منه بيعرب حسب موقعه في الجمله، صح كده؟ طب تعال نجرب هنا. المستثنى منه موجود، نجح الطلاب، الطلاب هنا فاعل مرفوع بالضم، ماشي، جمع تكسير طبعا. ما طارت الطيور، تمام، برضه الطيور فاعل مرفوع بالضم، ماشي، حلو. هنا ما فيش، فبالتالي مش هعربه. خد بالك بقى، انا في اعراب الطلاب والطيور ما اقولش مستثنى منه، انا عربته حسب موقعه في الجمله زي ما اتفقنا. قلنا المستثنى منه يعني اللي قبل الا يعرب حسب موقعه في الجمله. تمام؟ حلو. اوعى تقول في الاعراب مستثنى منه، بنشوف العجب، اوعى. ده يعرب حسب موقعه في الجمله. طب انا وقفت لغايه هنا، دخلني بقى مستر على اعراب الا، قلت لك اعراب الا ثابت، الا اداه استثناء مبنيه على السكون لا محل لها من الاعراب، شكرا. حلو، انا كده عربت ركنين، لسه الثالث. هو الثالث ابن الذين ده بقى اللي هنقف معاه شويه، اللي هو مين؟ اللي هو المستثنى، ده الاساس اللي هنقف عليه. بس قبل ما اروح له انا عايز اتاكد قوي ان انت عرفت يعني ايه اسلوب الاستثناء، واكتشفه ازاي، وحدد نوع الجمله بتاعته ازاي. تمام كده؟ طيب ركز معايا في ملحوظات كده مهمه في الاخر اقولها لك، بس عايزك تركز معايا في الاساس الاول. جميل. تعالى بعد كده بقى نشوف نوع كل واحد ونوضحه لك زي ما انا ذكرت كده. التام المثبت قال لي حضر الطلاب الا خالدا. ركز بقى عشان هنعرب المستثنى ده اهو، احنا وقفنا لغايه هنا كده، فاكر؟ ذكر فيه المستثنى منه والكلام غير منفي، يبقى ده تام مثبت. حلو. بعد كده تام منفي، ما حضر الطلاب الا خالد، نفس الكلام في اداه نفي والكلام تام قبل الا، يبقى ده تام منفي. ذكر المستثنى منه والكلام منفي. حلو. ناقص منفي، ما حضر الا خالد، ادي المنفيه، وقفنا هنا كده، الكلام غير، يبقى ده ناقص ولكن ناقص منفي، لم يذكر المستثنى منه والكلام قبله منفي. دي المعاني اللي احنا وضحناها. بس انا عايز حضرتك نقول بقى نعرب ازاي. نخش بقى هنعرب. انا عربت لك المستثنى منه الا، لسه المستثنى. بص يا سيدي، اعراب المستثنى اللي هو الركن الثالث يختلف اعرابه حسب نوع الاستثناء. يعني قبل ما حضرتك تعرب المستثنى اللي بعد الا، حدد الاول نوع الاستثناء ايه، لازم تحدد نوعه. تمام؟ اشوف التم المثبت المستثنى معاه الاعراب، التم المنفي له اعراب المستثنى فيه مختلف، طب الناقص المنفي برضه له اعراب. حلو، هم دول الثلاثه بس، مفيش غير كده. تمام؟ طيب تعال نشوف اول واحد. اول حاجه قال لي تام مثبت. يعني ايه تام مثبت؟ يعني الكلام قبل الا تاما والمستثنى منه موجود. حلو، ده اسمه تام. طيب مثبت يعني لم يتقدم على الجمله اداه نفي من اللي احنا قلناه. زي ايه؟ قال لي انصرف الضيوف الا ضيف، بصيت للجمله استثناء، ايوه يا برنس استثناء في الا اهو. حلو. طيب طلع لي بقى الاركان كده بسرعه، يلا يا باشا، يلا خش عليا بالاركان. الركن الاولاني انصرف الضيوف، الضيوف فاعل مرفوع بالضمه، حلو، قبل اداه مرفوع بالضمه، جميل. الا اداه استثناء مبنيه على السكون لا محل من الاعراب. ضيفا بقى يعرب ايه؟ قال لي في الحاله دي يعرب مستثنى منصوب، بس له اعراب واحد، مستثنى منصوب. يبقى إذا كان الاستثناء تاما مثبتا، المستثنى يعرب مستثنى منصوب وحسب علامة نصبه، أنت عارف. خلاص؟ طيب لو كان مفرد ينصب بالفتحة، لو كان جمع تكسير ينصب بالفتحة، تمام؟ جمع مؤنث ينصب بالكسرة، جمع مذكر سالم أو مثنى ينصب بالياء. طبعا أنت عارف علامات النصب أهي. المهم طالما حددت حضرتك، أنا كاتب هنا إعراب المستثنى عشان تبقى مركز معايا أهو. تمام؟ خد بالك من الكمبيوتر ده، جهاز محترم اللابتوب ده، تمام؟ خليك معايا. يبقى انا بقول هنا اذا كان الاستثناء تام مثبت، يبقى المستثنى يعني اللي بعد الا
يعرب مستثنى منصوب. منصوب بايه؟ حسب علامه اعرابه. هنا بقى ضيفا مفرد، يبقى هنا مستثنى منصوب بالفتحه. مستثنى منصوب بالايه؟ بالفتحه. تمام؟ طيب اما اقول لك ايه؟ حضر الجميع الا، اصل ممكن يجيلك في الامتحان كده، حضر الطلاب الا، بص، طالبان. ايه ده؟ بقول لك صح الخطا، ركز في دي ويا ريت تكتبها. حضر الطلاب الا طالبان، بقول لك الجمله دي صح ولا خطا؟ حضرتك تبص كده تقول ايوه صح اهو، في اداه استثناء ومستثنى. اقول لك اصبر يا باشا، ركز معايا، هو عايز يشوف هنا اعراب المستثنى ويشوفك فاهم ولا لا. حضر الطلاب مستثنى منه، الطلاب فعل مرفوع بالضم، الا اداه استثناء. طالبان بقى اعرابها ايه؟ تقول لي استنى عليا يا مستر، اصبر شويه كده، اما حدد نوع الاستثناء. انت قلت لنا كده، ايوه حدد نوع الاستثناء. هنا في نفي، في هنا اداه نفي ولا حاجه؟ لا مفيش، يبقى بدايه كده وانا مغمض مثبت. تمام اهو، جميل. خد بالك في حاجه هنستثناها من دي بس اقولها لك في الاخر. يبقى ده مثبت، جميل. طيب الكلام قبل الا، دايما خش على دي الاول. الكلام قبل الا تام ولا في نقص او مش مفهوم؟ بص، حضر الطلاب، كلام تام ولا مش تام؟ تام، يبقى ده كده تام، يبقى تام مثبت. حلو، وفي نفس الوقت يبقى المستثنى منه موجود. جميل. المستر قال لي لما يكون الاستثناء تام مثبت يبقى اعراب المستثنى بيكون مستثنى منصوب. وهنا ده طالبان ده مثنى. طب هو المثنى يا باشا بحط له الف. المثنى في حاله النصب بينصب بايه؟ بينصب بالياء. يبقى اقول حضر الطلاب الا طالبين، يبقى طالبان دي كانت خطا. شفت بيجيبها ازاي؟ بيجيبها كده. فارجوك ركز. يبقى الخطوه الاولى في اعراب المستثنى، ان ده الجزء الاهم في الدرس يا اولاد، هو اعراب المستثنى، ده الجزء الاهم في الدرس. حدد نوع، اول خطوه كده حدد نوع الاستثناء، ده نوعه ايه من الثلاثه اللي المستر قال لي عليهم. حلو، ده اول نوع. النوع الثاني من انواع الاستثناء كان تام منفي. الجمله تامه بس منفيه. تعال نشوف مثال. بيقول لي ايه؟ لم ينصرف الضيوف الا ضيف. بص كده، لم ادي ده نافيه، طبعا ده اداه جزم. انا بتكلم على المعنى يا اولاد، يعني هي هنا يعني لم هنا في اللغه العربيه في الاعراب تعرف اداه جزم، لكن افادت معنى النفي، نفت الجمله. انا بتكلم النفي هنا نفي معنى. تمام؟ طيب يبقى هنا لم اداه نفي، اداه جزم. ينصرف فعل مضارع مجزوم بعد وعلامه جزم، وعلامه جزم السكون. حلو الكلام. طيب الضيوف فاعل مرفوع بالضم. حلو لغايه هنا تمام. الا اداه استثناء مبنيه على السكون لا محل من الاعراب. حلو، وقفنا هنا بقى. تعالى بقى لكلمه المستثنى اللي جاي بعد الاعربه ايه؟ اقول لك استنى، قبل ما تقول اعرب ايه شوف نوع الاستثناء. نوع الاستثناء هنا يا مستر في اداه نفي اللي هي لم، وانا قلت لك ادوات النفي ممكن تيجي واحده من 4، يا لم يا لن يا ليس يا ما. واحده من دول ممكن تيجي، اي حاجه تدل على النفي. اذا الكلام منفي يبقى ده منفي. طيب عايز احدد بقى هو ده منفي ناقص ولا تام؟ اقول لك استنى، شوف قبل الاداه اهو، لم ينصرف الضيوف. المعنى هنا تم كده، الجمله تمت ولا ما تمتش قبل اداه استثناء؟ تمت، يبقى ده تام. وطالما تام هتلاقي المستثنى منه موجود. حلو حلو، يبقى ده كده منفي تام منفي. جميل. طيب الاستثناء هنا تم منفي. المستثنى بقى اللي جاي بعد ايه اللي اعربه ايه في الحاله دي؟ قال لك في الحاله دي ليه اعرابين، الاثنين زي بعض ايزولايت، ده او ده مفيش مشكله خالص، ده او ده ما تمشي كده وتمشي كده. ولو جات لك في الاختبار لازم تاخد بالك من دي لانه ممكن يلعب عليه. له حالتين في الاعراب. الحاله الاولى ان المستثنى ده اهو يعرب زي صاحبنا اللي فوق ده، يعرب ايه؟ مستثنى منصوب، يجوز. الحاله الثانيه يعرب المستثنى بدل من المستثنى منه. طب البدل ده ايه يا مستر؟ البدل ده يا باشا من التوابع يا باشا. يعني قبل ما تعربه يا باشا لازم تشوفوا ايه المبدل منه، زي النعت كده، قبل ما تعرف النعت لازم تشوف المنعوت كان مرفوع يبقى ده نعت مرفوع. نفس الكلام، المبدل منه مرفوع يبقى البدل ده مرفوع، منصوب يبقى منصوب. انت عارف طبعا ده من التوابع، يعني لازم اشوف ايه اللي قبله الاول، ايه اللي جنبيه الاول. تمام؟ لازم ابص كده واشوف هو ايه اللي قبله عشان اقول اعربه زيه. تمام؟ اوعى تنسى دي. يبقى انا بقول هنا لم ينصرف الضيوف الا ضيف. تعال نطبق على الكلام ده. انا عندي ده المستثنى ضيف والنوع الاستثناء تام منفي. بص يا سيدي، خليني بس اشيل ده كده وبعدين نتكلم في الموضوع ده. يلا بينا. بص معايا وركز. كلمة ضيفا دي قلت يجوز ان اقول اعرابها في صورتين او حالتين. مستثنى منصوب بالفتح، خد بالك بالفتح لانه مفرد. لو قلت ضيفين هتبقى مجروره بالياء لانه مثنى. يبقى يعرب يجوز ان يعرب مستثنى منصوب بالفتح، ويجوز ان يعرب بدل
من المستثنى منه. ماشي يا سيدي، حلو، عرفنا بدل المستثنى منه. يعني بدل ايه؟ يعني مرفوع ولا منصوب؟ اقول لك استنى عليا، ما تستعجلش يا مستر، اهدى كده وروق. بص كده، طب يلا يا باشا، خش عليا يلا. بص، المستثنى منه فين؟ الضيوف. طب اعربها ايه الضيوف؟ ما احنا قلنا الضيوف فاعل مرفوع، تمام يا وحش؟ يبقى ده بدل من المستثنى منه مرفوع، او ممكن تقول بدل مرفوع من المستثنى منه، ايا كان بقى، المهم ان هو طلع بدل مرفوع لان المستثنى منه مرفوع. بص هنا كده معايا اهو، اذا كان تام منفي يا اما يعرب مستثنى منصوب او بدل من المستثنى منه، او بدل من المستثنى منه. تمام؟ دي الحاله الثانيه لاعراب المستثنى. اوعى تنسى الحاله الاولى حاله اعراب واحد، يعرب مستثنى منصوب، وده مع التام المثبت. التام المنفي حالتين، يا اما يعرب مستثنى منصوب او بدل من المستثنى منه. تعال بقى نشوف الحاله الثالثه، وهي ايه؟ وهي ان هو جه ناقص منفي. يعني ايه ناقص؟ يعني الجمله قبل الا غير تامه ولم يذكر فيها المستثنى منه. تمام كده؟ طيب ده كده ناقص. منفي يعني الجمله منفيه باداه نفي. نعمل ايه في الحاله دي؟ قال لك سهله خالص، يعرب المستثنى حسب موقعه بعد حذف النفي والاداه. ازاي؟ طبق لي. بص كده، هنا هو بقول ما محمد الا رسول، ادي الما هنا نافيه، تمام؟ كويس. وهنا عايز اشوف الجمله دي، هي الجمله دي تام ولا ناقص؟ اقول لك تعالى قبل الا وخد خط كده واقرا الجمله. قلت محمد او ما محمد، مش مشكله، هل الجمله كده تامه؟ ها رد عليا، تامه؟ لا مش تامه، ملهاش معنى، يبقى ده ناقص، يبقى مفيش مستثنى منه. انا بسهل لك الموضوع خالص اهو، لان طلبه كتير بيتلخبطوا في النقطه دي. طيب اذا ده ناقص، حلو. الا اداه استثناء رسول بقى تعرب، قال لك طالما ده استثناء ناقص منفي، طبعا ده نفي اهو، ده ناقص، يبقى دي تعرب حسب موقعها. حسب ايه؟ موقعها بعد حذف النفي والاداه. ازاي؟ شيل ما وشيل الا، شيل ما وشيل الا. اقرا بقى الجمله اللي فاضله، محمد رسول، تبقى محمد المبتدا مرفوع بالضمه، ورسول خبر المبتدا مرفوع بالضمه. بس سهل خالص، زيها بالظبط اما اجي اقول لك ايه؟ ما نجح الا علي. الا علي ولا الا علينا؟ اقول لك استنى يا مستر، القصه كلها يا اولاد في المستثنى، هو ده اللعب كله والشغل كله فيه. تمام؟ حلو. المستثنى علي، اعرب عليا ايه؟ قلت لك هنا اعرب علي. اقول لي استنى ابص كده، هو نوع الاستثناء دي الاول، اول خطوه تعملها، بصيت لقيت في اداه نفي، اداه منفي، حلو، قفشنا واحده منفي، جميل، حلو الكلام. بعد كده ما نجح الا علي، طب ده منفي، الكلام ده ناقص ولا تام؟ اقول لك استنى عليا، حط قبل اداه الاستثناء دي كده خط واقرا الجمله. ما نجح، ما نجح دي ليها معنى؟ ملهاش معنى يا مستر، يبقى دي منفي ناقص او ناقص منفي. حلو. وانت قلت لنا في الناقص منفي المستثنى يعرف حسب موقعه في الجمله بعد حذف النفي والاداه. احذف النفي اهي واحذف الاداه اهي، تبقى نجح علي، يبقى علي دي فاعل، شكرا، فاعل مرفوع بالضم، حربته حسب موقعه في الجمله. سهله دي؟ سهله خالص. هنا بيقول لي ايه؟ ما صافحت الا اخاك. خد بالك عشان دي فيها لغم. دي فيها ايه؟ لغم. ليه؟ لان فيها اسم من الاسماء الخمسه، واحيانا يلعب عليا في موضوع الاسماء الخمسه ده. بص معايا، انا عايزك تكتب في السكتش بتاعك كده الاسماء الخمسه اذا سنيت او جمعت اعربت اعراب جمع المذكر. هعيد تاني، ارجوك اكتبها لان دي قاعده عامه وانت طالب في اولى ثانوي. بصوا يا اولاد، وانا عايزكم تعملوا حاجه مهمه قوي، وارجوكم يا ريت تعملوها في المواد كلها. يبقى معاك سكتش، انت طالب في اولى ثانوي، واحنا اتفقنا ان اولى وثانيه بروفا لثالثه، متفقين على كده؟ يعني انا مطلوب منك تاسس نفسك حلو قوي 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 في اولى وثانيه. مش مهم جبت 50 من 50 ولا 30 من 50، مش مهم عندي، المهم نجحت وعديت وخلاص باي درجه. ليه؟ لان انا عيني مش على اولى ولا ثانيه، انا عيني على ثالثه. فعشان كده بقول لك ايه، خلي معاك سكتش، وكل ما تعرف حاجه جديده او معلومه جديده عليك سجلها في كل ماده. اعمل كده كل ماده سكتش كده او كراسه كده، كل ما حاجه جديده معلومه سجل. الدرس استثناء فيه كذا 3 معلومات جداد، درس فيه 4 معلومات جداد، في كذا كده. فتلاقي اخر السنه عندك تنتقل بقى معاك الكراسه او السكتش ده من اولى لثانيه، هتلاقي ما شاء الله جبت معلومات كتير جدا، واللي انت سجلته بايدك مش هتنساه. والله ابدا. دايما يقولوا ايه يا اولاد؟ العلم صيد وقيده القلم. العلم صيد
وقيده القلم. انا عايز اثبت المعلومه اكتب. وخد بالك عشان كده المذاكره الشفوي ما بتثبتش. المذاكره الشفوي اللي ما بتثبتش خالص. لكن الحاجه اللي انت كتبتها بايدك وسجلتها وانت مركز دي ما بتروحش وبتنتقل لذاكره المدى الطويل وبتستمر لفترات طويله. فارجوك خلي بالك من دي. هنا انا بقول ايه؟ ما صافحت الا اخاك. قلت لك سجل الاسماء الخمسه: اب واخ وحم وفو وزوج. على فكره هم 6 بس هم حذفوا حاجه ثانيه. طلاب الازهر بيدرسوها 6: اب واخ وحم وفو وزوج وهنو. انتوا ما عندكوش هنو، ما علينا من هنو. الاسماء الخمسه اذا ثنيت او جمعت تخرج من اعراب الاسماء الخمسه وتعرب اعراب جمع المذكر السالم. هنا بقى بيقول لي ما صافحت الا اخاك. يجي لي في الامتحان يقول لي ايه؟ بص كده يا باشا: ما صافحت إلا، بص معايا، أخاك ولا أخيك ولا أخوك. ركز بقى معايا. معنى كده إن هو عايزك تعرف المستثنى اللي بعد إلا. وأنا قلت لك عشان أعرف المستثنى اللي بعد إلا لازم أحدد نوع المستثنى أو نوع الاستثناء. يعني نوع الاستثناء هنا أولا في هنا ما، يعني ده نفي يبقى ده منفي. نفي يبقى منفي. حلو. طيب تام ولا ناقص؟ اقول لك استنى، حط خط قبل الا وشوف الجمله. ما صافحت الجمله تامه؟ لا مش تامه، يبقى ده ناقص، يبقى ناقص منفي. حلو. واحنا حفظنا الناقص المنفي يعرب حسب موقعه في الجمله بعد حذف النفي والاستثناء او الاداه. يعرب حسب موقعه في الجمله بعد حذف النفي والاداه. تمام. احذف بقى كده، شيل ما وشيل اداه. صافحت، استنى بقى، صافح فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. اللي جايه بقى تبقى ايه؟ تبقى مفعول به. اخاك ولا اخيك ولا اخوك، ده من الاسماء الخمس، والاسماء الخمسه تعرب بالحروف، ترفع بالواو، تنصب بالالف، تجر بالياء. يبقى المناسبه هنا ايه؟ اخاك، وتبقى مفعول به منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه. هنا من الاسماء الخمسه. طب لو كانت مثنى او جمع، لا طبعا ما تبقاش من الاسماء الخمسه، تبقى جمع مذكر سالم. حلو الكلام. يبقى انا كده عرفتك انواع الاستثناء بالا الثلاثه: تام مثبت يكون منصوب على استثناء اللي هو اللي بعرف المستثنى طبعا منصوب على الاستثناء. تمام. تاء ناقص او تام منفي يجوز فيه اعرابان: اما ان هو يعرب مستثنى منصوب زي الاولاني او بدل من المستثنى منه حسب علامه اعرابه. النوع الثالث يكون يعرب حسب موقعه في الجمله بعد حذف النفي والاداه، وده مع الناقص المنفي. دول الثلاث انواع اعراب المستثنى. بس في ملاحظات مهمه لازم تاخد بالك منها. ايه هي؟ اولا بص يا سيدي، غالبا إذا كان المستثنى منه مجرورا والجملة منفية فالمستثنى يعرب حسب موقعه في الجملة، يعني كأنه ناقص منفي. أنا عايز في دي معلش ناخد صفحة بيضة عشان أو سبورة بيضة يعني عشان أوضح لك الموضوع أكتر. تمام؟ ما حضر من الوزراء إلا وزير. خد بالك انا هفرق بين حاجتين مهمين وخد بالك معايا منهم مهم جدا. انا كتبت المثال ده وفي مثال تاني هخليه هنا كده: ما حضر من وزراء الا وزير. هنا ما حضر من وزراء وهنا ما حضر من الوزراء. ركز معايا. انا بتكلم قاعده بشكل عام: اذا كان المستثنى منه مجرور بيبقى يعامل الاستثناء كانه ناقص منفي. اهو القاعده اللي هو قالها لي هنا، بس انا هستثنى منها الجزء اللي فوق ده. إذا جاء المستثنى منه مجرورا، تمام، يعامل على أنه ناقص منفي، كأنه مش موجود. كأنه ايه؟ مش موجود. يعني مثلا بص كده معايا: ما حضر من الوزراء إلا وزير. ما حضر من وزراء إلا وزير. أنا عندي هنا حاجة اسمها نكرة وحاجة اسمها معرفة. حلو؟ طيب هنا ما حضر من الوزراء إلا وزير، كلمة من دي يا أولاد حرف جر، وهنا برضو دي حرف جر. خد بالك الفرق بين كلمة وزراء هنا نكرة اهي، وهنا دي الوزراء معرفة. تمام؟ طيب
ركز قوي في دي عشان دي خلاص ما تقلقش، احنا خلاص بنختم الدرس، بس انا عايز تركز في دي. ما حضر من الوزراء الا وزير. هنا حرف الجر ده اصلي ولا زائد؟ الكلام ده خاص بمين فقط؟ حرف الجر من، بص قد ايه؟ من فقط. حرف الجر من، ماليش دعوه بقى الى وعلى والكلام ده، ماليش دعوه بيه، انا بتكلم عن مين فقط، لانه ممكن يلعب عليك في الامتحانات في تريكه كده تاخد بالك منها. طيب يبقى انا كلامي عن حرف الجر من. حرف الجر من ده يقع احيانا حرف جر زائد، واحيانا يكون حرف جر اصلي. طيب عشان يبقى حرف جر زائد لازم يكون قبل منه لازم يكون قبل منه نكره، لازم يكون اسف المجرور بتاعه نكره، جاي بعديه نكره وقبليه نفي. دول حاجتين علشان يبقى حرف الجر ده زائد اللي هو من. خد بالك، ما انا ممكن هنا اشيل اقول ما حضر وزراء الا وزير، يعني دي زائد اهو. يبقى يشترط في من عشان تكون زائده لازم يكون قبلها نفي وبعدها نكره، ادي النفي وادي النكره. يبقى معنى كده ده حرف جر زائد، صح؟ ماشي. طب افرض يا باشا جه نفي بس اللي جه بعدها معرفه، قال لك ما تبقاش زائد، تبقى اصليه، تبقى موجوده، ما ينفعش استغناء عنها. خلاص؟ بص، ما حضر من الوزراء الا علي. يبقى في الحاله دي هنعمل ايه يا باشا؟ هتعتبر ده كانه مش موجود، نعتبره كانه ايه؟ مش موجود، ويعامل كانه ناقص منفي. هقول كده اهو، حضر ما اهو، شيل دي ودي، يبقى حضر وزير. يبقى وزير هنا مستثنى فاعل مرفوع بالضم. تمام؟ طيب هنا بقى يا باشا قال لك لا طبعا مش هينفع. فاهمين؟ ليه؟ لأن أنا عندي هنا في حرف أصلي يمكن أشيله، حرف تاني ما ينفعش أشيله. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنا بقى الأمر اختلف، لأن هنا حرف الجر هنا زائد. كويس؟ فبالتالي هنا هيتعامل عادي خالص كأنه ناقص منفي. أنا مش عايز ألخبطك في دي، هي تركة بس يعني بتيجي مع طالب ثالثة ثانوي أكتر. ولكن أنا قلت أقولها لك لعل وعسى أنت يعني تيجي لك في الامتحان، ولكن مش عايز يعني تبقى صعب عليك شوية وأنت مش فاهم. بشكل عام القاعدة اللي عندك في المنهج بتاع أولى ثانوي، إذا جاء المستثنى منه مجرورا يعامل معاملة الناقص المنفي. هنا كده عملت معاملة الناقص المنفي. الناقص المنفي أشيل النفي زائد أداة الاستثناء وأعرف ده أهو حسب موقعه في الجملة يبقى يعرب إيه؟ فاعل مرفوع. تمام كده؟ طيب يبقى أنا كده الكلام واضح، مفيش فيه غموض. أنا اتكلمت النهاردة عن كذا حاجة مهمين. أول ما بدأت عرفت لك الاستثناء اهوت، برجع معاك من الأول عشان ما تنساش. عرفت الاستثناء، قلت أركانه، قلت الاستثناء هو إخراج ما بعد إلا مما قبلها بواسطة أداة تسمى أداة الاستثناء. عندي بعد كده قلت أركان الاستثناء 3، منهم واحد ما ينفعش استغنى عنه ابدا. انا عندي مستثنى منه وده قبل الاداه، وعندي اداه استثناء بتيجي في النص، وعندي مستثنى ده بيجي في الاخر، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه لان ده المحور الاستثناء كله. عندي انواع الاستثناء تام منفي، ناقص منفي، وتام مثبت. طيب بعد كده بدات اقول لك يعني ايه المستثنى منه قبل الاداه، المستثنى بعد الاداه. حلو. طب يعني ايه تام منفي وتام مثبت؟ قلت لك مثبت يعني ما فيش في اداه نفي، النفي في اداه نفي، الجمله في اداه نفي. طيب تم يعني ايه؟ يعني ما قبل، دي النقطه دي مهمه جدا، ما قبل اداه الاستثناء كلام واضح وتام، يبقى دي كده الاستثناء هنا تام. طيب اذا كان ما قبل الاستثناء غير تام وكلام غير مفهوم والمستثنى منه غير موجود، يبقى ده ناقص. تمام كده؟ طيب بعد كده بدات اقول لك اعراب المستثنى بقى. احنا عربنا، قلنا المستثنى منه يعرب حسب موقعه في الجمله، قلنا اهو حضر الطلاب يعرب حسب موقعه، ده مستثنى منه. الا لها اعراب، قلت مبني على السكون لا محل لها من الاعراب. طيب اللي فيه خلاف بقى وفيه اعرابات كتير اللي هو المستثنى اللي بعد الا. تمام؟ قلت له بيختلف اعرابه حسب نوع الاستثناء. اذا كان الاستثناء تام مثبت يبقى المستثنى يعرب مستثنى منصوب. اذا كان الاستثناء تام منفي يجوز فيه اعرابان، وعلى فكره الاثنين بالسواء، مفيش حاجه افضل من حاجه يعني. تمام؟ يجوز ان يعرب مستثنى منصوب كما كان قبله او كالمستثنى الذي قبله، ويجوز ان يعرب بدل من المستثنى منه بعلامه اعراب المستثنى منه، لو مرفوع أو بدل مرفوع. طيب الحالة الثالثة إذا كان الاستثناء ناقص منفي. في الحالة دي يعرب المستثنى حسب موقعه من الإعراب بعد حذف النفي مع الأداة، ويعرب حسب موقعه في الجملة. آخر شيء إذا جاء المستثنى منه مجرورا فيعتبر هذا الاستثناء ناقص منفي. ما حضر من الطلاب إلا محمد، أهو ما حضر من الطلاب إلا محمد. هنا المستثنى فين؟ المستثنى الطلاب مجرورة بمن. خلاص؟ طيب يبقى هنا الاستثناء ده نوعه ناقص منفي. يا عم ده موجود ولا لا؟ مش موجود. اعتبر اعمل نفسك مش شايفه.
اعمل نفسك لا 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 انت بتحلم، مش موجود، مش موجود خالص، المستثنى منه عينه مش موجود. تمام؟ يبقى هتحذف النفي ده اهو مع الإلا دي، وكأن ده مش موجود، تقول حضر مين؟ حضر محمد، يبقى ده ناقص منفي. ده معنى إذا كان المستثنى جاء مجرور. نفس الكلام إذا جاء بعد حرف جر تاني. ما ذهبت إلى أحد إلا أبي مثلا، ما ذهبت إلى أحد إلا أبي. تمام؟ يبقى في الحالة دي أنت هتعربه حسب موقعه في الجملة بعد حذف النفي والأداة. أتوقع كده يا أولاد الموضوع سهل وبسيط جدا، واحنا كده يبقى خلصنا الجزء الأول من الاستثناء، وهو بص أنا هكتب لك إيه في الآخر ونمشي. الاستثناء بإيه؟ ها؟ بإلا. باقي معايا إيه عشان ما تنساش؟ بكتبها لك في الآخر أهو. لسه الاستثناء بغير وسوى، والاستثناء بخلا وعدا وحاشا. دول كده ان شاء الله معانا في باقي او الجزء الثاني من الاستثناء. انا بس بحاول اربط لك الامور بعضها. طلابنا الغاليين، طلاب اولى ثانوي، دائما لكم من القلب منزله كبيره جدا. اشكركم طلاب وطلبات الغاليين. كان معكم مستر زكريا سيف الدين على موقع الخطه او منصه الخطه التعليميه. اشكركم والتقيكم في حصه اخرى. سلام عليكم.